إذا مباراة ريال مدريد وألافيش مباراة ما فيها أي رتم ولا أي أداء ولا أي فرص فعليا، ولكنها مباراة عنيفة ومليئة بالأخطاء، فيها 10 بطاقات، 8-0 وبطاقتين حمر، وفعليا مليئة بالحماقات. نبدأ من تصرف روديجر اللي ضرب حارس المرمى وحرم ريال مدريد من هدف من ركنية، وكمان فعليا امبابي اللي تدخل بشكل عنيف على لاعب ألافيش وانطرد، وعقوبته في حال امتدت ل4 مباريات رح ينحرم أيضا من نهائي الكاس، بالتالي يترك ريال مدريد في وضعية حرجة في وقت بيحتاجه الفريق بشكل كبير جدا. فعليا اعتقد وصلت لقناعة اعتقد انه لاعبين ريال مدريد بيتعمدوا رحيل كارلو أنشيلوتي وبدهم يسقطوه من إدارة النادي، عشان هيك بتصرفوا بهاي الطريقة اللامسؤولة تماما. وعلى الرغم من انه المباراة كانت سيئة بالمجمل، لكن اجمل ما فيها هدف كامافينجا الرائع جدا، واسوأ ما فيها فعليا الحماقات اللي ارتكبوها لاعبين ريال مدريد، واهم ما فيها انه ريال مدريد حافظ على حظوظه في المنافسة على الليغا من خلال تحقيق 3 نقاط هامة وثمينة. وعلى الرغم من انه كنا بنتمنى انه ريال مدريد يظهر بأداء افضل عشان يعطينا نوع من الامل والاطمئنان قبل لقاء ارسنال، الا انه لقاء اليوم ما راح يكون له اي تأثير على نتيجة المباراة يوم الاربعاء المقبل.